هذه واحد النصيحة مهمة ومهمة جدا، بغيتكم توصلوها إلى واحد جوج الأنواع من البشر. النوع الأول هو المغاربة الخونة والعملاء، والنوع الثاني هو جمهور ونظام جمهورية أم حسن. هاد الناس هادو اللي كيتألموا كلما حقق المغرب شي إنجاز، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالمي. هاد النصيحة من أخ بغى لكم الخير، كيفكر فيكم وكتهمو الصحة ديالكم، نتوما يا الخونة ويا العملاء، وانتوما يا الهكيون. كتعرفوا بأن الحمد لله المغرب هاد اليامات ما كاين غير كتنزل عليه أخبار سارة من كل مكان، رغم الفاجعة اللي ضربتنا من الطبيعة ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كيعوضنا بأخبار سارة كتفرحنا. الله يطول لنا عمر مالكنا ويخلي لنا بلادنا آمنة من طنجة إلى ليه لتحت القويرة. الخونة اللي كتعرفوهم نتوما معروفين، شي قشيوشات في وسائل التواصل الاجتماعي، والعملاء اللي كتشوفوهم كتدفع عليهم المخابرات ديال ام حسن. في اوروبا كيديروا شي تظاهرات قال لك بغا يديروا ما نعرف شي حاجه انفصال ولا شي حاجه، كيتألموا وكتألم معاهم جمهوريه ام حسن فين ما حقق المغرب شي انجاز. كيبقاو يتألموا سيمانه جوج ثلاثه شهر شهرين ثلاثه اربعه، من بعد الوقت كيتنسى داك الانجاز تاع المغرب، عاد مساكين تيتنفسوا. يلا كيبداو تاني يقلبوا شي حاجه باش يشدوا في المغرب، شي خبر جابوه ولا زوروه ولا شراوه من شي جهه، من شي محكمه عدل اوروبيه ولا من شي قنت هكا، شي خبر تاني باش يبداو يمضغوا فيه ويا سميتو باش يبداو يتاكل المغرب كيدير شي انتصار تاني دبلوماسي او اقتصادي او سياسي او كروي او اجتماعي او كيجلسوا مساكين تاني يتألموا واحد السيمانه جوج ثلاثه شهر شهرين ثلاث شهور حتى كيتنسى داك الانجاز، عاد تاني مساكين كترجع لهم الروح. فهمتوني دابا على من كنتكلم؟ كلهم هادو تجمعهم نقطة واحدة، هي العداء الملكية والعداء للوحدة الترابية للمملكة المغربية. نساو بأن المملكة المغربية سميتها الشريفة، بلاد الشرفة، العرب والأمازيغ. النصيحة اللي بغيت نعطيهم دابا، لأن هذا الإنجاز نفرضوا كاع حنا الإنجاز ديال الكروي ديال تنظيم كأس إفريقيا 2025 ويبداو مساكين يتألموا من دابا حتى ل 2025. راه يوميا دروك اللي يتكلم مسكين وهو يتعلم. تبقاو فيا والله العظيم، لا تبقاو فيا. وانا ملي عطاتنا لاكاف في 2025 قلت انا مساكين بغيت يتألموا حتى ل 2025، ولكن معليش يعني واحد العامين هاد بغيت يتألموا واحد العامين وغادي يبداو يبراو. لكن انا اليوم بقيتو فيا وكنتعجب لكم يا الخونه ويا العملاء ويا نظام حظيره جمهوريه ام حسن. كنتعجب لكم كيفاش غادي تستحملوا هاد الامال، هاد الالم، وهاد الصداع اللي بغى يجي لكم في القلب، وهاد الحقد اللي بغى يبدا يكرازي فيكم، وهاد الحسد اللي بغى يبدا يعجن لكم في الامعاء تاعكم من اليوم اللي كنتكلم معكم فيه حتى لعب كأس العالم في المغرب في 2030. يعني 7 سنين ديال الالم. والله ما بغيتها لكم انا بصراحه، والله الا بقيتوا فيا وشفيتوني. كي غادي تعيشوا، كي غادي تعيشوا يا الخونه، كي غادي تعيشوا يا العملاء، وكي غادي تعيش يا جمهور ويا نظام حظيره جمهوريه ام حسن. 7 سنين من الالم حقرتنا يا المغرب، 7 سنين من العذاب قهرتنا يا المغرب، 7 سنين من تماره مغاربه حقرونا. يا ودي اش درنا ليكم؟ كنتو كنا كنتألموا غير شهر شهرين ونبراو. دابا كي غادي نديرو نصبرو حنا كنتألموا حتى 2030؟ هادشي بزاف علينا. وحنا كي غادي نديرو نعيشو في هاد وسائل التواصل الاجتماعي، الا قطعتوا علينا الموضوع بهاد كاس العالم سيروا الله يعطيكم العز. انا كنتمنى لكم العز. ما الدل راه المغرب شهور طحتكم في هرم، قمة هرم الدل. انتم يا الخونة ويا العملاء ويا جمهورية وحكام جمهورية حظيرة أم حسن،
المغرب حطكم في قمة هرم الذل والمهانة. تألموا في صمت، تعذبوا في صمت، ليس لمدة شهر، ليس لمدة شهرين، ليس لمدة سنة، بل لمدة 7 سنوات قابلة. لأن كاين العذاب تاع بعدا راه جاي. هذا عذاب أليم أصابكم لمدة 7 سنوات من تنظيم كأس العالم في المغرب. وانتم كتعرفوا كأس العالم علاش كتضرب عليه الدول، ماشي على الكرة. كأس العالم ماشي كتنافس عليه الدول العظمى وتنوض عليه الروينة وينوض عليه القيامة في العالم، ماشي من أجل الكرة، لأن عنده نتائج اقتصادية غير محدودة على البلد المنظم. إذا بيجي تيتسناكم واحد الألم آخر من بعد ما تألموا الألم ديال ما قبل كأس العالم. ستبدأون تدخلون في جولة أخرى من الألم ومن العذاب النفسي والصحي والفكري بعد كأس العالم. لأن في المغرب ستبقى الناس غادي يجيو يلعبوا الكرة ويمشيو، وستبقى مشاريع كبيرة، وستكون مداخل مالية كبيرة، وستدخل العملة الصعبة يعني بواحد الكمية كبيرة للمغرب، ويعني وتكون إن شاء الله واحد ازدهار إلى المغرب. الاقتصاد المغربي إن شاء الله ما غاديش يكون بحالو، وان شاء الله كاين بزاف تاع المغاربه غادي يخدموا، غادي تكون عندهم صالير، وغادي تكون عندهم حرفه، وغادي تكون عندهم تجربه في سوق العمل ان شاء الله. اذا انا كنقول لكم الالم ديالكم قبل كاس العالم والم تاعكم بعد كاس العالم ستكون سنوات عجاف عليكم يا خونة الداخل ويا عملاء الخارج ويا جمهور وحكومة ونظام حظيرة جمهورية حسن. إذا عندكم حل واحد من الزوج: إما تنعروا الشيطان وترجعوا لرشدكم وتقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حنا راه ما غاديش ناكلوا والو مع هاد المغاربة، هاد المغاربة واعرين علينا، حنا ما غناكلوا والو مع هاد المغاربة، هاد المغاربة كبار علينا، حنا ما غناكلوا والو مع هاد المغاربة، المغاربة قويين علينا. ودخلوا تحت الدف ونصاروا في اختفوا، يعني ديروا واحد العملية لاختفاء. او لا الا بقيتوا طالعين وشادين في فروسكم، انا ما بغيتش نكون بلاصتكم نتألم عشرات السنين وعشرات السنين. لان المغرب قرر، المملكة المغربية الشريفة بملكها وحكومتها وشعبها قرروا انهم قرروا المضي قدما بهذا البلد الجميل، بهذا البلد الأمين، بهذا البلد الشريف إلى الأمام، بدون أن يعني نعطي اهتماما إلى الكلاب النباحة، إلى كل من ينبح علينا. فالكلب ينبح والتران يمر، يجري الكلب نبح مع راسك، لأن عندك مسافة طويلة. إلا كان عندك شي نفس ديال شي كلب صحيح فجري ونبح مع راسك، لأن راه الطريق طويلة والتواريخ طويلة والإنجازات كثيرة وكثيرة جدا. الله يكون لك في العوان خوتي المغاربة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، وتهلاو ليا في بوصبع المضبع.